برضو من الحاجات اللي انا بخاف اكلها بره جدا الحواوشي، لان انا مبقاش عارفه ايه اللي محطوط جوه الرغيف. لان انا الفتره الاخيره كنت بسمع حاجات غريبه جدا كده، بس خلاص طالما الشك بيدخل جوانا احنا بنقفل. طبعا مش كله، في ناس في محلات نظيفه جدا بتعمل حواوشي محترم قوي. ولكن الواحد خلاص يعني بيقفل بقى، فبيقول خلاص نعمل اكلنا في بيتنا احسن. النهارده باذن الله هنعمل حواوشي وهنضاعف كميه اللحمه، بس احنا بقى هنضاعفها بحاجات كده قيمتها الغذائيه عاليه. تعالوا نشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كميه من البصل وكميه من الفلفل. كميه البصل والفلفل نفس وزن كميه اللحمه اللي انت هتشتغلي بيها. يعني نفترض هتعملي نص كيلو لحمه، يبقى نص كيلو خضار بصل وفلفل. هتعملي كيلو لحمه، يبقى كيلو خضار بصل وفلفل. تمام. جبت كميه البصل والفلفل، حطهم في كبة هضربهم مع حوالي 6 كده فصوص من الثوم، وانا عايزاهم مفرومين خشن بالشكل ده. طبعا البصل مليان ميه، فانا عشان الميه دي ما تبقاش موجوده انا بحط حوالي معلقتين 3 كده من الدقيق علشان تمتص اي ميه موجوده في الخضار اللي انا حطاه. طبعا الفلفل لما بيكون حراق بتكون تحفه، حطي بارد وحطي حراق براحتك بقى، املي الدنيا. انا عامله كيلو بصل وفلفل، حطيت قصادهم كيلو لحمه مفرومه، اصبح المقدار عندي 2 كيلو حشو. تمام. البهارات اللي انا هحطها، حطيت ملح، فلفل اسود، رشه كمون بسيطه، بابريكا، واحط كمان كزبره ناشفه. والمكون بقى اللي انا بحبه فيها جدا هو الكباب الصيني، احط حوالي معلقه. وهحط الكيس ده كله لكيلو لحمه مفرومه. خلطه حواوشي حلوه جدا، تدي طعم حلو جدا للحواوشي. حطيت الكيس ده كله، الكيس ده موجود عند اي عطار هتلاقيه موجود، او السوبر ماركت. حطيت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، طبعا مش كل الكيس، دي معلقه صغيره. وعلشان اللحمه بتاعتي حمرة وانا ما عنديش ليه او ده، حطيت معلقه كده هرميه او معلقتين صغيرين من السمنه البلدي، وهقلب بقى كل الكلام ده تقليبه محترمه لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. ممكن كمان تديله ضربه كمان في الكبه عشان ايه يبقى معاكي كده. خلاص كده خلطة جهزت معايا، خلطة حواوشي جبارة، ريحتها فظيعة، طعمها يجنن. هتلاقوا طعمها تحفة، وكمية ضعفنا كل الكمية، يعني اللحمة ضعفنا كميتها بحاجات مفيدة لينا. جبت العيش البلدي بتاعنا المصري، وببتدي ان انا لو انتوا حسيتوا بقى ان فيها تلزيقة شوية ادهنوا ايدكوا زيت وقطعوا ايه كرات اللحمة كده. العيش البلدي انا فتحته بالشكل ده. انتي بتروحي للفرن بتقولي له انا هعمل حواوشي، عايزه عيش للحواوشي، بيديكي عيش ابيض ومفتح. بتملي كده العيش. طبعا انتي بتحطي بقى كميه اللحمه اللي انتي عايزه تقللي عن كميه اللحمه عن كده مفيش مشكله، عايزه تزوديها عن كده برضو مفيش مشكله، بس خير الامور الوسط، يعني متبقاش كتير قوي متبقاش قليله قوي، بحيث ان هي برضو ايه تستوي كويس في الرغيف. تمام. هعمل كل الكميه بتاعتي بالشكل ده، مليتها تمام كده، وببطط بقى الرغيف بايدي كده عشان يبقى يلحم في بعضه. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين، وجبت الصاج بتاعي، صاج الفرن نفسه، حطيت عليه ورقه زبده ودهنت ورقه الزبده زيت علشان خاطر الرغيف ما يلزقليش في ورقه الزبده، لان انا هرص عليه. او لو انتم مش عايزين تحطوا ورقه زبده، رشوا او ادهنوا الصاج نفسه زيت وحطوا العيش بتاعكم، مفيش مشكله خالص. انا بدهن بقى الرغيف بتاعي اما بزيت اما بسمنه اما خليط من الزيت والسمنه براحتكم برضو، بس انا هنا دهناه زيت فقط، لان انا حاطه سمنه بلدي اصلا في العيش من جوه. فقلت لا كفايه سمنه بلدي، فحطيت بقى ايه رشه زيت كده، عشان الزيت ده هيساعد ان العيش بتاعي او الرغيف بتاعي يتحمص وفي نفس الوقت يبقى مقرمش. عملت كل الكميه، طبعا مش هي دي كلها، لا انا بعمل الكميه اللي انا هاخدها النهارده، والكميه التانية اللي فايضه مني هخليها لتاني يوم. يعني دي مثلا انا من غير ما اسويها هغطيها ببلاستيك راب، ولو انا هاكلها تاني يوم فبحطها في التلاجة. اما لو هاكلها بعديها بفترة بشيلها في الفريزر عادي جدا، تخزنوه وتطلعوه يفك وتقوموا تخبزوه في الفرن. الموضوع سهل جدا وبسيط، فيهوش اي حاجة. تسوية ازاي؟ فرن عالي جدا، انا مشغلة فوق وتحت ومشغلة المروحة، وكمان بعد ربع ساعة او بالظبط 18 دقيقة ببتدي ان انا اقلب العيش بتاعي، بلاقيه واخد التحميصه الحلوه دي من تحت. شايفين لونه حلو جدا جدا جدا. انا ممكن اكمل كده وافضل هو يحمر من فوق، لان انا اوريدي مشغله الشوايه، بس انا قلبت العيش عشان خاطر في ناس ما بيبقاش عندها الاتنين شغالين مع بعض. فانا بوريك لو انت مش عندك الاتنين شغالين مع بعض
بعد نص الوقت كده قومي قلبي العيش، تحسي انه هتحمص كده من تحت، قلبي العيش عشان ياخد لون كمان من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه. طبعا الحواوشي سلطه الطحينه ومخلل، هو ده الحواوشي ترشي يعني. بيطلع بقى معايا ريحته قلب البيت، طعمه قرمشه، واضح طبعا جدا ان الرغيف مقرمش معاكي. طب انت لو عايزاه طري تطلعيه من الفرن ده، تقومي حطاه في حاجه ومغطياها، هيطرى معاكي. ولو انت مش عايزه تعمليه في الفرن ممكن جدا تعمليه في الطاسه، بس الطاسه بتخليه طري ما تخلوش مقرمش. شايفين بقى هنا الرغيف بسم الله ما شاء الله، هو مقرمش مش ناشف يعني، حتى في حتت طريه وفي حتت مقرمشه، فتحسوا ان المزيج مع بعضه رائع، فيعني يتاكل كده وانت مستمتعه بيه. كميه الحشوه اللي جوه متوزعه في الرغيف كويس جدا، مفيش حته كشه مفيش حته لمه، بالرغم ان احنا حاطين خضار كتير، ولكن اللحمه متساويه في قلب الرغيف كله، ماليه الرغيف كله، مفيش حته كده وحته كده. طبعا ده بيتاكل بقى بالطحينه كده، طعمه في منتهى الجمال. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا لكم، مع الف سلامه.